بطولية منذ 5 أسابيع لنرفع جميعا المظلمة الحكومية ونحقق مطلب ترقية بالشهادة إسوة بالأفواج السابقة واللاحقة. الدعوة كذلك موجهة للنقابات التعليمية لتبني الملف، وأننا في الأول والأخير شغلة تعليمية واحدة ونضالتنا تعنيهم كما تعني الجميع. كذلك لا بد من توجيه رسالة للوزارة أننا كأساتذة مجازين لسنا هواة إضراب، بل نحن مناضلون، وأننا تدرجنا في خطواتنا النضالية ووصلنا إلى حافة الهاوية عندما سدت أمامنا كافة الأبواب، أبواب الحوار أمام مسيرة احتجاجية للأساتذة المقصيين من التربية بالشهادة، وهي أكبر مسيرة في الاحتجاجات التي يحتجها الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية. المسيرة انطلقت من مديرية الموارد البشرية إلى كل من تكالب على مطالبنا العادلة والشريفة. المجد والخلود إلى كل شريف مناضل حر رفض الذل، رفض المهانة، مستمر في نضالاته، في تضحياته رغم كيد الكائدين ورغم
كل ما يتعرض له من ممارسات بعيدة من داخل هذه البناية المظلمة. إخوة الأخوات، أقول لهم رغم بلاغاتكم الإرهابية، رغم منشوراتكم البعيدة، لن تنالوا من صمودنا، لن تنالوا من نضالاتنا. أؤكد لكم أننا وعدنا أنفسنا وقطعنا على أنفسنا وعدا وقسمنا على ذلك بأن لن نتراجع، لن نستسلم، سنواصل، سنضحي إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة. نحن أساتذة، طال الظلم، طال الحي، طال الإجحاف، وفور التوصل بالتسوية الفعلية، فأكيد سنعود إلى أبنائنا وأطفالنا في البوادي والقرى، وذلك يشرفنا. تفضل الشباب.